أهلا بمشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد، والذي من خلاله نقدم لكم ما حدث قبل 30 دقيقة من الآن بمقر بعثة المينورسو، عندما كنا في لقاء مباشر مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد ستيفان دي مستورا، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الحقوقية والنقابية والإعلامية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في الصحراء الغربية. ولنحاول ما أمكن أن نقدم الذي يمكن تقديمه فقط. كيف تعرفوا كاملين على أنه سابق ليجي السيد ستيفان دي مستورا إلى مدينة العيون المحتلة يوم أمس، أجرت بعثة المينورسو اتصالات مع مجموعة من النشطاء والشخصيات الهامة المدافعة عن حق الصحراويين في تنظيم الاستفتاء والاستقلال. وكما تعلمون جميعا بعثة المينورسو حددت اللقاء اليوم الثلاثاء من الساعة 2 إلى الساعة 4. أولا لا بد لي أن أؤكد لمشاهدي الكرام على أن الوفد كان في مستوى التطلعات، وأقول كلمة أمام الله عز وجل على أن هذا الوفد يعني تميز بالانسجام وبالتكامل وبالاحترام المتبادل وفي تكامل الرسائل، بمعنى على أنه من قدم رسالة يتمم الآخر الرسالة التي يجب أن تصل إلى السيد ستيفان دي مستورا دون تكرار ما قاله أو ما قالته المنظمة أو الجمعية الأخرى. مجموعة من النشطاء الكبار والمعتقلين السياسيين السابقون الكبار شاركوا معنا هذا اللقاء مع السيد ستيفان دي مستورا. تم يعني طلب الحضور مع الساعة 1، كانت هناك إجراءات أمنية من طرف بعثة المينورسو من 1 إلى 2، ودخلنا قاعة الاجتماع. أولا وقبل كل شيء أريد أن أقول بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستيفان دي مستورا كانوا معه مرافقين تقريبا 5 ومن دول مختلفة يسجلون الملاحظات وكذلك يشاركون اللقاء في إطار تسجيل ما يمكن تسجيله. دخل السيد ستيفان دي مستورا، كان هادئا ودقيقا وواضحا في رسالته. من أهم ما يمكن أن أكون أنا شخصيا قد لاحظته ولاحظه رفاقي هو كلمة قالها السيد ستيفان دي مستورا. قال: أريدكم أن تركزوا لي على ما تطالبون به، فهذا اللقاء لم يحدث إلا بعد 2 من أجل أن يحدث هذا اللقاء. في إشارة واضحة من السيد ستيفان دي مستورا بأنه كان هناك يعني أنا لا أريد أن أعطي بعض المواقف لأن هناك احترام الخصوصية واحترام الأمان في الاجتماع، ولكن اتضح بأن اللقاء الذي أجريناه اليوم مع ستيفان دي مستورا كان ما له وما بعده، وكان يعني كانت فيه مشاورات دولية إقليمية وكذلك على مستوى مجلس الأمن الدولي من أجل أن يزور الصحراء الغربية، ولكن كذلك من أجل أن يلتقي بهذا الوفد. تحدث فقط رؤساء المنظمات كما قلت. ما لاحظناه هو على أنه كانت رسالة أهل الصحراء وصلت بدقة وبمختلف اللغات، بالعربية، بالإسبانية، بالفرنسية، بالإنجليزية. تم وضع السيد ستيفان دي مستورا في صورة ما يحدث في الصحراء الغربية. تم التطرق إلى معاناة المعتقلين السياسيين القابعين في السجون المغربية
وما طالب الشعب الصحراوي من أجل إطلاق سراحهم في أقرب وقت. تم التأكيد قبل ذلك على أن من يمثل الصحراويون هم جبهة البوليساريو، ولا ممثل غير الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، باعتبارها المعترف بها دوليا والتي تمثل حقيقة وروحيا ونضاليا الشعب الصحراوي. تم كذلك التحدث عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحراويون بدءا من 10 سنوات سابقة إلى يوم أمس، عندما تم قمع تلك المظاهرات والتي تحدثنا عنها في تقارير مدعمة من طرف منظمات حقوقية محلية ودولية. تم التطرق وبشكل واضح لقضية استنزاف الثروات الطبيعية وما يعانيه هذا الشعب من فقر ومن تهميش، وقدمت أرقام في هذا الموضوع. تم التطرق إلى دور بعثة المينورسو وما الذي يجب أن تقوم به في المستقبل القريب. هذا الرجل اللي هو ستيفيان دي مستورة كان سياسيا بطريقة قد أؤكد وأجزم على أنه يختلف عن سابقيه. كان مستمع، يستمع ويريد المواقف، لا يريد لغة الخشب، يريد المواقف. وأكد بأن كل ما تم ذكره في هذه القاعة سيتم نقله في تقرير المرفوع للأمين العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي في أكتوبر القادم. تم التطرق إلى حرية التعبير، تم التطرق إلى قطع الأرزاق، تم التطرق إلى التهجير والهجرة الجماعية لشبابنا بسبب ما تعانيه هذه المنطقة من حصار ومن تفقير ومن انتهاكات. تم كذلك التطرق لمسألة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو وتحديد روزنامة زمنية لتنظيم الاستفتاء. تم كذلك الاستماع لشهادات حية من مجموعة من المناضلين الذين يعانون وعانوا من الانتهاكات، ولكن كذلك عانوا من ظروف اعتقال أبنائهم أو آبائهم أو أزواجهم. تم كذلك الحديث وبشكل مركز عن النظرة التي تراها هذه النخبة لمستقبل يضمن لهذا الشعب الحرية وتقرير المصير طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي. السيد ستيفيان دي مستورة أكد بأنه يختلف عن سابقيه، وبأن الأمل سيكون في ستيفيان دي مستورة انطلاقا مما سيقوم به في القريب العاجل. لقاء كان متميز سياسيا حقوقيا، من حيث الرسائل السياسية، من حيث الرسائل الحقوقية، من حيث الرسائل الاقتصادية، من حيث الرسائل الاجتماعية، من حيث الرسائل الإعلامية. والرجل كان يستمع ويسجل كل كبيرة وكل صغيرة. طريقة تعامل بعثة المينورسو مع الوفد أنا كشاهد كانت جيدة جدا، وكانت الإجراء سلسة ودقيقة ومهنية. هذا لا يعني على أننا نحن كصحراويين نقول بأن بعثة المينورسو هي الخلاص وهي الشمعة التي تضيء هذا النفق المظلم الطويل. بالعكس، الأمل والشمعة والمستقبل والطريق هي الصحراويين وإرادتهم ودفاعهم واستماتتهم في الدفاع عن حقهم الطبيعي، عن حقهم الديمقراطي،
وعن حقهم الحداثي، وعن حقهم الذي تدعو له كل المواثيق وكل الديانات السماوية بأن يختار هذا الشعب ما يريد. وبالتالي أنا أؤكد بأنها جلسة مثمرة. وبالمناسبة أحيي أعضاء الوفد نساء ورجالا، كنتم في المستوى، ونشكر السيد ستيفان دي مستورا ونشكر مرافقيه. والأمور بالأفعال وليس الأقوال، والأفعال ستكون في تقرير مجلس الأمن الدولي القادم المرفوع للمجلس الأمن والمرفوع كذلك للأمين العام والمكتوب بأيادي السيد ستيفان دي مستورا. أحييكم وإلى اللقاء.